السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنشرح ازاي ننزل دارت اس دي كي عندنا على اللاب، وازاي هنمانج بينه وما بين الكومبايلر بتاعنا اللي هنشتغل عليه اللي هو انتليجي. فهنيجي اول حاجة عندنا هننزل التول اللي احنا هنستخدمها كلها، وبعدها هنبدأ ان احنا نسطب التول دي كلها مع بعض. هنيجي اول حاجة عندنا اللي احنا المفروض مطلوب ننزل دارت اس دي كي. تمام. عندي طريقتين. اول طريقه عندنا ان انا انزل دارت اس دي كي منفصله، ان انا اجي هنا كده واكتب دارت اس دي كي وانزلها. تمام. ودي الطريقه اللي انا ما برجحهاش تماما. ليه يا عبد الرحمن ما برجحهاش؟ علشان هاجي لما اجي اشتغل فلاتر هبدا ان انا امسح الفولدر بتاع دارت اس دي كي او اطلعه خالص بره اللاب بتاعي، وابدا انزل فلاتر اس دي كي واخد منه دارت اس دي كي بالفيرجن الحديث طبعا. فانا بحب دايما ابدا صح من الاول، فهاجي هنا على طول اكتب فلاتر اس دي كي، هنزل فلاتر على طول من الاول، وبعدها اخد منه الدارت الجزء اللي انا محتاجه بس مش اكتر. فانا كتبت هنا فلاتر اس دي كي، هنخش على فلاتر اس دي كي ارشيف، هيخش هنا على الموقع الرسمي بتاع فلاتر. هنيجي ننزل تحت شويه كده هنلاقي الاوبريشن بتاعتي، هيقول لك انت ويندوز ولا ماك ولا لينكس. انا الجهاز بتاعي ويندوز فهختار ويندوز، لو انت ماك تمام واشتغل وتمام ده زي الفل. هنيجي على الويندوز وهنيجي هنا نضغط على الفيرجن الاولاني ده كده. تمام. هيظهر لينا او هينزل لينا فولدر. الفولدر ده هيبقى مضغوط، هوريكم شكله بالظبط. طبعا انا نزلته قبل كده، انا كنت منزله هنا اهو. هينزل لينا فولدر زي ده بالظبط كده. هنيجي نروح عاملين كليك يمين عليه يا شباب. تمام. وهيظهر لينا الوينر، برنامج وينر اللي هو فك الضغط. هنيجي نضغط عليه وبعدها هنعمل اكستراكت هير، هيطلع لنا فولدر زي ده اول ما اعمل اكستراكت هير على طول. ماشي. وبعدها دي اول كده تول احنا نزلناها. تاني حاجه عندنا هنخش على ننزل جيت تول. جيت تول ديت هتفيدنا جدا، هننزلها برضو. هنكتب جيت داونلود. تمام. وبعدها هنخش على انستول، وهنختار الاوبريشن بتاعنا برضو ويندوز، وبعدها نضغط على جيت فور ويندوز 64 سيت اب. تمام. هينزل لينا البرنامج اهو بتاع جيت، هنبدا ان احنا نسطبه عادي جدا. نيكست في نيكست، مش عايز اي خطوات زياده. هو انت بتعمل نيكست، تضغط عليه ضغطتين وتعمل نيكست على طول، انت ماشي معاه، هو يتسطب مع نفسه وفي حاله. تمام. تالت تول عندنا يا شباب المهمه جدا اللي هو الانتليجي. هنيجي هنا نعمل كده داونلود انتليجي، وهنخش على الموقع الرسمي بتاعه. هو موقع بسيط جدا وسهل وجميل. هيبدأ ان هو يظهر لنا زي اليرت كده، هنشيلها. تمام. وبعدها نضغط على داونلود، هيبدأ ان هو ينزل ليا الابلكيشن بتاع انتليجي، هيظهر ليا بالمنظر ده كده. تمام. هروح انا ضغط عليه ضغطتين طبعا ومسطبه، بس قبل ما اسطبه لازم طبعا اعرف الجهاز بتاعي على دارت اس دي كي، وابدا ان انا اشتغل واحده واحده. فاول حاجه هنعملها هنخش على فلاتر او الفولدر اللي احنا عاملينه اكستراكت هير. تمام. وبعدها هنخش على البن، وبعدها هنخش على الكاشنج، وبعدها هنلاقي فولدر اسمه دارت اس دي كي، هو ده اللي انا عايزه. هنخش جواه، هنخش هنلاقي في حاجه اسمها البن، هنخش برده جواه، ونيجي هنا نضغط على المكان الفاضي ده يا شباب كده عشان ناخد الباسز بتاع المكان اللي فيه البن بتاع الدارت اس دي كي، ونعمل كنترول سي او كليك يمين عليها. تمام. كليك يمين وهناخده كوبي. وبعدها نخش على مكان مهم جدا عندنا وبيئة التعريفات، هنخش على environment كده ونكتب environment. تمام. وبعدها هنخش هنا كده هنعمل environment variable، هنضغط على الزرار ده كده. تمام. وبعدها هنخش على حاجة اسمها الباسز هنا كده فوق. تمام. هنعمل هنا كده نيو، وبعدها نحط عندنا اللينك او الباسز قصدي اللي انا خدته من بره. تمام. طبعا انا حاطه قبل كده فمش هضيفه تاني. تمام. هنعمل يعني بيست وهنحطه هنا، انا ضايفه هنا اهو قبل كده فمش هحتاج ان انا عاوزه تاني. وبعدها هنعمل اوكي 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 كمان، وبعدها هنرجع. تمام. هنسطب بقى عندنا الجيت تول. هنخش هنا كده على الجيت تول ديت، هنعمل نيكست في نيكست في نيكست. بعد ما نسطبها تمام هنتاكد بقى ان الاتنين دول اتسطبوا بشكل سليم. هنخش هنا عندنا نكتب هنا في البحث سي ام دي. تمام. هيظهر لنا كوماند برومت. تمام. هنخش عليه، هيظهر لنا الصفحه السوداء دي كده. هنبدا ان احنا نكتب الامر ده دارت مسافه داش داش اللي هو ناقص ناقص يعني. طبعا هو الكيبورد بتاعي علق. تمام. داش داش وبعدها هنكتب فيرجن. تمام. ونعمل انتر. لو ظهر لك الفيرجن سليم يبقى كل حاجه تمام والدنيا زي الفل اهو، كتب لك دارت اس دي كي فيرجن 3.9.2. تمام. والدنيا زي الفل.
هنيجي بقى نتاكد كمان ان جيت شغاله كويس. طب يا عبد الرحمن، اول ما اكتب دارت اس دي كي واتاكد ولو الشاشه دي اختفت يبقى انا لسه مسطبتش جيت. لما اجي لو اختفت اسطب جيت وبعدها ارجع اكتب الامر ده تاني، هيبدا ان هو يشتغل بشكل سليم. هنيجي نتاكد برضو ان جيت موجوده بشكل سليم، هنكتب جيت عادي وبرضو مسافه ونعمل داش داش وبعدها فيرجن، ونعمل اظهر لك جيت فيرجن اهو 2.447 ظهر لك الفيرجن بتاعه بشكل سليم. كده الدنيا تمام زي الفل. هنيجي بقى للجزئيه المهمه ان احنا نسطب الكومبايلر بتاعنا اللي هو انتليجي. هنيجي هنا كده نبدا ان احنا نتك عليه تكتين، هيظهر لنا الشاشه اللي انتوا هتشوفوها دي اهي. ظهر ليا بيعد عادي جدا بيعمل لودنج. هيبدا ان هو يظهر ليا البروبرتي دي كده، اقول له يس وبعدها اعمل نيكست. هو بسيط وسهل جدا. هعمل نيكست في نيكست في انستول عادي جدا. طيب هسيبه طبعا يحمل براحته جدا وارجع لكم تاني. خلاص اهو يا شباب بدأ يخلص تمام كده، خلص تمام خالص. هيبدأ ان احنا نعمل فينش عادي جدا. هيبدأ ان هو كده هو اتسطب بشكل سليم خالص. هنطلع بقى على الديسكتوب كده ونيجي على البحث تحت نكتب انتليجي تمام. هيبدأ ان هو هيظهر لينا بروبرتي كده بيفتح، بس هو اول مرة بيكون بطيء شوية لكن بعد كده بيفتح على طول بشكل سليم. اهو فتح عندي تمام اهو بشكل سليم. طبعا هو مش هيظهر ليكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان انا كنت مسطبه قبل كده. ايه اللي هيظهر عندي يا عبد الرحمن؟ اللي هيظهر عندك ثواني، هيظهر عندك بالظبط بالمنظر اللي انا كنت فاتحه ده كده. هيقفل خالص تمام وبعدها هيفتح من اول وجديد علشان تشوفوا الشكل هيبقى عامل ازاي. الشكل هيبقى زي اللي انتوا شايفينه ده بالظبط تمام. طبعا مش هيبقى فيه بروجكت كده لان انا عندي بروجكت على الجهاز تمام، لكن مش هيبقى في اي حاجه تمام. هيبقى نخش بس اول ما يظهر لي الصفحه ديت هنخش على البلجن نسطب البلجن اللي هي اسمها دارت. اشتغل دارت، فهنكتب دارت عادي جدا تمام. هيظهر ليا بالشكل انستول تمام عادي قوي. هيطلب منك ان هو يعمل ريستارت للابلكيشن او البرنامج تمام. فهنبدا ان احنا ايه نعمله ريستارت، هيفتح تاني وخلاص تمام. بعدها هنخش على البروجكت ونعمل نيو بروجكت تمام. هيطلب مني هيقول لي انت عايز نيو بروجكت انهي، جافا ولا كوتلين ولا اندرويد ولا انا هقول له انا عايز دارت تمام. اضغط على دارت، هيطلب مني دارت از ذا كي باسز تمام. ده هيبقى فاضي عندك مش هيبقى مليان تمام. فهنيجي ان احنا نضغط على 3 نقط ده. هنشوف احنا نزلنا فلاتر اس دي كي اللي احنا نزلناه اللي هو اصلا مكانه هنا بالظبط كده في الكمبيوتر بتاعي اهو، اللي هو انا نزلته هنا في سيت اوف فلاتر اهو تمام. هو انا برضو نفس الحوار هفتحه عندي هنا كده. هو موجود عندي فين؟ موجود عندي في بارتيشن الدي. هخش هلاقي حاجه اسمها ستاف فلاتر اهو اللي انا مخزنه فيه. هلاقي حاجه اسمها فلاتر، اخش جوه البن جوه الكاش هلاقي حاجه اسمها دارت اس دي كي تول تمام. وبعدها ابدا ان انا اعمل اوكي. ظهر لي الفيرجن يبقى انا كده تمام بشكل سليم والدنيا زي الفل. بعدها هبدا اعمل نيكست واسمي مثلا اي حاجه مثلا ماشي. هسميه مثلا اي حاجه، هسميه دلوقتي مثلا كده تمام. وبعدها هبدا احط اللوكيشن بتاع البروجكت بتاعي. عايز اخزن البروجكت ده فين دلوقتي؟ هضغط على ال3 نقط دول وبعدها اخش على المكان اللي انا مثلا بارتيشن اللي انا بخزن فيه البروجكت. هلاقي في حاجه عندي اسمها دارت بروجكت. انا بخزن فيها ملفات دايما المشاريع بتاعه دارت. هبدا اعمل فولدر جديد واسميه مثلا عبده بنفس الاسم المشروع اللي انا سميته. طبعا الكيبورد متعلق تمام. وبعدها هعمل اوكي تمام. وبعدها هعمل اوكي وبعدها هعمل كريت. هياخد مني بس ثانيتين بالظبط ويبدا ان هو كاري ليا البروجكت. طبعا لازم في الوقت ده اكون موصل نت علشان يبدا ان هو يحمل ليا او الفولدرات بتاعت دارت الخاصه بيه. هيبدا ان هو دارت بيبت اهو ريسولفنج بنسز تمام. وبعدها هيبدا ان هو ينزل فولدرات بتاعت او ملفات بتاعت دارت بروجكت اهو. ثواني بس هيبدا ان هو ينزلها عليك على طول تمام. اهو داونلود باكج هينزل الباكج اللي موجوده وهي ما بتاخدش وقت اهو تمام. نزل اهو هتلاقي الفولدرات كلها بتاعت دارت تمام ونزلت بشكل سليم. طبعا احنا هنشتغل على البن طبعا ده استني فيديوهات تانية جايه هقول لك ازاي نبدا ان احنا بقى نرن اول كود بدارت. كده احنا سطبنا دارت بشكل سليم. انتليجي شغال عندنا، استنوا منه فيديو جديد هنبدا ان احنا نشوف نشتغل ازاي بدارت وازاي نرن الكود ويشتغل بشكل سليم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.